ازيكم يا اجمل شباب؟ لو بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصلكم كل الملخصات الجايه. بيبدا فيلم النهارده بمجموعه من الشباب وهم قاعدين مع بعض بيتكلموا عن النظام الغذائي، بيدوروا على احسن برنامج ينزلوه عشان يساعدهم في ده. صاحبتهم بتعرفهم ان في برامج كتيره بتساعدهم انهم يقيسوا سعراتهم الحراريه بسهوله جدا، فواحده منهم بتفضل تبحث على برنامج جديد ويكون كويس لحد ما بتلاقي برنامج اسمه العد التنازلي. لما بتقرا معلومات عن البرنامج ده بتلاقي ان هو بيقدر ان هو يحدد ميعاد موت الشخص صاحب الموبايل. كلهم بيشوفوا الموضوع مسلي وبيبداوا كلهم ينزلوا البرنامج ده. بيكتشفوا ان كلهم قدامهم سنين كتيره جدا لحد ما يموتوا، ما عدا واحده وسطهم اسمها كالوري اللي بتعرف ان هي هتموت بعد 3 ساعات من دلوقتي. وبيبدا العد التنازلي بتاعها وبتبقى قلقانه شويه وبتتوتر من الموضوع، ولكن ما بتهتمش وبتخرج من المكان وبترجع مع صاحبها ايفن علشان يوصلها البيت. ولكن اول ما بتلاقيه مش في وعيه وممكن يعمل بيها حادثه، بتخاف ان هي تركب معاه لانها كده اصلا مرعوبه من ساعه البرنامج ده، وفضلت انها تمشي على رجليها. وفي طريقها بتشوف خيال اسود وراها فبتترعب وبتجري على البيت بسرعه. واول ما بتدخل الحمام بتلاقي في صوت جاي من ناحيه البانيو، ولكن اول ما بتفتح الستاره ما بتلاقيش اي حاجه. وبعد شويه بتسمع نفس الصوت ولسه بتقرب منها بنشوف حاجه بتشدها لفوق، وفي الاخر بتنزل ميته على طرف البانيو في الوقت المحدد ليها على البرنامج ده. وبنشوف صاحبها وهو عامل حادثه وبيكون موجود فرع شجره دخل في الكرسي اللي كانت صاحبتها تقعد فيه، فكانت في الحالتين ميته. بعد كده بنشوف ايفن وهو في المستشفى لان بتكون رجله اتكسرت في الحادثه، وكوين اللي بتتدرب في المستشفى هي المشرفه عليه. بيعرفها ان هو هيموت في عمليه بكره لانه مكتوب في البرنامج اللي نزله انه هيموت بعد 19 ساعه بالظبط من دلوقتي، وده هيكون وقت العمليه. وبيبدا يحكي لها عن صاحبته كالورين اللي كانت عارفه ان هي هيجرى لها حاجه في الحادثه، وعشان كده رفضت ان هي تركب معاه العربيه، ومع ذلك فهي ماتت برضه في الوقت المحدد ليها. فبتعرفه كوين ان هو ما يقلقش وان ده مجرد برنامج مزيف ومفيش اي حاجه هتحصل له. وبعدها لما بتخرج بتلاقي زمايلها في العمل بيحتفلوا بيها لانها نجحت في الاختبارات بتاعتها وبقت ممرضه رسميه في المستشفى. تبدا كوين تتكلم على البرنامج اللي ايفن لسه متكلم عنه اللي هو العد التنازلي. بيقترح عليها سكوت زميلها انه ينزله ويعرف هو هيموت امتى، وسكوت بينزل فعلا البرنامج وبيعرف ان هو هيموت بعد 53 سنه. فبيعرفهم ان فكره البرنامج دي مسليه جدا، بيبعت لهم اللينك البرنامج في رساله ليهم كلهم علشان ينزلوه. وبتمشي كوين وبتلاقي الرساله صاحبها على الجروب، فبتدخل وبتنزل البرنامج من غير ما تقرا الشروط بتاعته، وبتلاقي ان هي هتموت بعد يومين بالظبط. ولما بترجع البيت عشان تجهز الورق بتاع المستشفى بيكلموها بيقولها انهم محتاجين الشهاده الاصليه بتاعتها، فبتضطر كوين انها تروح بيت والدها عشان تدور عليها. وبتدخل المكتب ولكن بتسمع صوت جاي من الدولاب اللي وراها، ولما بتفتحه بتلاقي اختها الصغيره مستخبيه في الدولاب لان بيكون معاها صاحبتها. ولكن كوين ما بتهتمش وبتطلع وبتقابل والدها وبيكون مفتقدها جدا، فكوين بتعتذرله وبتعرفه ان هي مضطره انها تمشي لان وراها شغل كتير في المستشفى. فبيعرفها والدها ان هما هيروحوا يزوروا القبر بتاع والدتها يوم السبت، لو حابه تيجي معاهم فبتوافق كوين وبتسيبه وبتمشي. بنيجي عند ايفن اللي بيكون ناقص له 3 دقايق على ميعاد العمليه بتاعته، فبيكون قلقان جدا وكل تركيزه على الموبايل لحد ما بيقرر انه يسيب العمليه ويطلع ويمشي. وفجاه بتجيله رساله على الموبايل ان هو خالف قواعد البرنامج، وكمان بيلاقي خيال بيبص عليه من المرايه اللي موجوده في السقف، ولما بيركز اكتر في المرايه فبتتكسر، فبيطلع ويهرب وبيدخل جوه اوضه، وفجاه الاوضه دي بتتقفل عليه. وبنلاحظ ان صاحبته اللي ماتت بتظهر قدامه، وايفن بيستغرب ازاي لسه عايشه، ولكن شكلها بيتحول وبيبقى مخيف جدا وبتهجم عليه. وفجاه بنلاقيه واقع هو موبايله من الدور الخامس وبيموت عند اخر ثانيه من العد التنازلي. ولما كوين بتروح المستشفى بتعرف ان ايفن مات واهله بيعيطوا عليه في المستشفى، بتفتكر كلامه على البرنامج. ولما بتمسك الموبايل بتاعه عشان تفتح تشوف البرنامج ده بتلاقيه مقفول بالبصمه بتاعه ايده، فبتدخل عند الجثه وبتستخدم ايده في فتح الموبايل وبتلاقي ان البرنامج مسافر على ميعاد موته. فبتبدا تقلق جدا وبتبص على ميعادها بتلاقي ان ما عادش غير يومين وتموت، وده بيكون نفس الميعاد اللي هتروح تزور فيه والدتها عند المقابر. فبتتصل بوالدها وبتعرفه يأجل ميعاد زياره والدتها كمان كام يوم. فبتجيلها بعدها رساله من البرنامج بتعرفها ان هي خلفت القواعد البرنامج. بعدها بيظهر خيال في الاوضه اللي وراها ولكن بيختفي بسرعه قبل ما تشوفه، وبتروح بيتها وبتحاول ان هي تمسح البرنامج ولكنها بتفشل. فبتبدا ان هي تقرا معلومات اكتر على البرنامج ده، وبتلاقي تعليقات كتيره على البرنامج وبيقولوا ان البرنامج ده حقيقي. وكمان بتلاقي فيديو لواحده وهي بتتكلم على البرنامج وبتعرف الناس ان هي بتشوف خيالات وحاجات مرعبه كتير وان هي مرعوبه. ولما بتقفل اللابتوب بتاعها بتتخيل ايفن وهو قدامها بشكل مرعب وبيصرخ، فبتترعب كوين وبتخرج من الاوضه وبتكسر موبايلها وبتنزل تحت تقضي اليوم في العربيه بتاعتها. وبتصحى تاني يوم على صوت اختها وهي بتخبط على باب العربيه، ولما بيطلعوا مع بعض بتعرفها ان هي اضطرت انها تقضي اليوم في عربيتها لان في صرصار في البيت وخايفه منه. وبتلاحظ اختها موبايلها المكسور وفي رساله جايه من برنامج اسمه العد التنازلي. فكوين بتبدا تحكي لها على البرنامج ده ان هو بيحدد ميعاد موت الشخص، ولكن اختها بتعرفها ان دي
دي كلها مجرد خرافات، وان هي ما ينفعش اصلا تصدق حاجه زي كده وهي ممرضه قد الدنيا. بتعرفها ان هي هتقعد معاها كام يوم لان والدها سافر لما عرف ان هي لغت ميعاد زياره والدتها، ولكن كوين بتكون متعصبه ومتوتره كمان، بتقولها ان هي مش فاضيه وان الاحسن انها ترجع بيتها تاني. وبعدها بتروح كوين لمحل موبايلات عشان تشتري موبايل جديد، واول ما الراجل بيفتحه بتتاكد ان البرنامج مش موجود عليه، وكانت لسه هتخرج من المحل بتلاقي البرنامج بيتحمل لوحده، وبترجع تاني للراجل وبتعرفه ان البرنامج ده نزل على الموبايل وهي مش عارفه تمسحه. وبيحاول الراجل ان هو يمسحه كذا مره ولكن بيفشل، فبيبين كوين مجنونه قدام الناس وبيطردها من المحل. تاخد الموبايل وبتروح على العربيه بتاعتها. ساعتها بتشوف ازاز العربيه خيال جاي من وراها، وفجاه بتلاقي ايدين بتخنق فيها وبتشدها من رقبتها، فبتدوس بنزين مره واحده وبتطلع برا العربيه، وبتكون خبطت عربيه تانية وبينزل الراجل عشان يزعق لها، ولكن بيجي شخص من اللي كانوا زبائن في المحل وبيدافع عنها لحد ما الراجل بيسيبها ويمشي. وبيبدا الراجل اللي دافع عنها ده بيوري لها البرنامج اللي هي بتتكلم عنه ان هو على موبايله هو كمان، وان هو قدامه 18 ساعه ويموت. ولما بيدخلوا يتكلموا مع بعض بيعرفها بنفسه ان هو اسمه مات، وبيسالها اشمعنى هما الاتنين اللي بيشوفوا الخيالات دي. بنعرف من كلامهم ان هما الاتنين جات لهم نفس الرساله المخالفه زي بعض، وده علشان ما قروش بيانات البرنامج قبل ما ينزلوه، فبيلاقوا راجل مجنون جنبهم، فبتجيلهم فكره ان هما يخلوه يحمل البرنامج، وقبل ما يوافقوا على البرنامج يقرأوا البيانات بتاعته الاول. وبالفعل بيروحوا ياخدوا موبايله وبيبداوا يشوفوا البرنامج، فبيلاقوا من ضمن شروط البرنامج ان ممنوع للمستعمل انه يغير مصيره، والا ده هيسبب له مخالفه للاستعمال وهيتم معاقبته على طول. فبتفتكر كوين ان هي خالفت قواعد البرنامج لما لغت ميعادها في زياره القبر مع اهلها، وبنعرف ان مات لغى رحلته لما عرف انه هيموت خلال الرحله. بعد كده بينصحوا الراجل ان هو ما يحملش البرنامج ولا يوافق على الشروط، ولكن الراجل ما بيسمعش كلامهم وبيوافق على شروط البرنامج، وبيلاقي نفسه انه هيموت كمان 39 سنه. وبعد كده بيطلعوا على قصه بتاع المستشفى عشان يشوفوا لهم صرفه في الموضوع ده، ولكن بيعرفهم ان هو ما بيفهمش في الحاجات دي وان هم يروحوا لواحد مسؤول عن الحاجات دي ويفهم فيها اكتر منه. وبتيجي المسؤوله عن كوين وبتقول لها ان هم محتاجينها في الاداره ضروري. وفي الوقت ده بيدخل مات الحمام وبيلاقي في حد بيحاول يفتح عليه باب الحمام، وبيقدر يعرف ان هو طفل صغير واقف قدام باب الحمام، ولكن بيسيبه وبيمشي. وبيخرج مات وبيغسل ايده عشان يمشي، وفجاه بيلاقي صوت عياط من الطفل ده وبيلاقيه بيمشي في الحمام وكأن كل الحمامات مفتوحه على بعض. وفجاه رجل الطفل دي بتتقلب وبيختفي من قدام مات، وفجاه النور بيقطع وباب الحمام بيتفتح من وراه وبيهجم على الطفل وبيبقى شكله مخيف، وبعدها الطفل بيختفي والنور بيرجع تاني وبيطلع مات من الحمام. بعد كده بنروح عند كوين اللي بيكون المسؤولين عاملين ليها تحقيق بسبب المحضر اللي عملوا فيها زميلها بتهمه انها اتحرشت بيه، ولكن كوين بتدافع عن نفسها وبتعرفهم انه هو اللي حاول يتحرش بيها، ولكن محدش بيصدقها وبيوقفوا عن العمل مؤقتا. وبعدها هي ومات بيروح عند قصة تاني وبيبداوا يحكوا له على اللي هم شافوه، فبيعرفهم القصة ان الحكاية اللي بيحكوها دي شبه رواية خرافية قديمة كان قرأها زمان، واللي كانت بتحكي عن امير كان اكتر حاجة بيترعب منها في الدنيا دي هي الموت. ففكر في يوم من الايام ان هو يروح لواحدة بتفهم في الشعوذة عشان يسألها هيموت امتى عشان يرتاح من العذاب اللي هو فيه. فادته العجوزة مخطوطة زمنية وعرفته ان مهما كان ميعاد موته ما يخططش انه يغير اي شيء في مصيره، ولانه جبان وعارف انه هيموت خلال الحرب فقرر ان هو ما يروحش الحرب دي ويبعت اخوه الصغير بداله. ومن بعدها الامير الجبان بدا يشوف تخيلات مرعبة جدا. بعد كده راح للعجوزة تاني عشان يستنجد بيها، بيعرفها ان ملك الموت بيطارده، ولكن العجوزة بتعرفه ان اللي بيشوفه ده مش ملك الموت، وان ملك الموت كان هيقبض روحه من غير تعذيب لو ما كانش غير مصيره، انما اللي بيشوفه ده اعوذ بالله يعني هو الشيطان اللي هيفضل يعذب فيه لحد ما يجي ميعاد موته. فبيعرفهم القصة ان البرنامج ده شبيه جامد جدا من الرواية، بيعرفهم ان هو هيحاول يفك الرموز اللي موجودة في المخطوطة اللي في الرواية، يمكن يلاقي ليهم حل يقدر يفك اللعنة من عليهم. ولكن كوين بتاخد مات وبتقرر ان هي تهكر البرنامج، وعشان كده بتروح لواحد اسمه دوك وبينجح انه يدخل في الملفات البرنامج، ولكن بيلاقي ان مساحة البرنامج 60 جيجا، وده بيكون حجم كبير جدا بالنسبة ان هو برنامج العد التنازلي. ولكن بيقدر دوك ان هو يعرف كل الاعداد التنازلية للناس اللي حملوا البرنامج، وبيقدر ان هو يلعب فيها ويغير الارقام. فبيبدأ انه يغير في العدد بتاع كوين ومات، وخلاه ان هم يموتوا بعد سنين كتيرة جدا. وبعدها بيشكروا دوك وبيفتكروا انهم زودوا في المدة بتاعتهم، وبتطلب كوين من مات انه يقعد معاها اليوم ده علشان لسه خايفة من البرنامج، وبيتكلموا سوا عن سبب خوفهم من الموت. فبيعرفها مات ان هو وهو عنده 10 سنين اخوه جاستن كان فضل في المستشفى لمدة 2 بسبب مرض عنده، وان اهله كانوا دايما مهتمين بيه لدرجة ان هو كان بيغير منه جدا. وفي يوم من الايام جابوله اللعبة وكان بيتمناها فسرق اللعبة دي منه، ومن بعد موت اخوه هو حاسس بتأنيب ضمير لانه سرق لعبته وهو مريض. فبتواسيه كوين وبتعرفه ان هي
هي كمان السبب في موت والدتها لما هربت من البيت علشان تحضر حفلة صاحبتها. في الوقت ده مامتها قلقت عليها جدا وطلعت عشان تدور عليها لحد ما في عربية خبطتها وماتت. فمات بدأ يهون عليها هو كمان وبينام جنبها. وبتصحى كوين في نص اليوم وبتلاقي خيال قدام الباب، فبتخاف وبتحاول تصحي مات، ولكن بتتفاجأ ان مات هو اللي بيدخل عليها الأوضة وهو اللي كان بره. فجأة بتلاقي ايد مرعبة عليها وبتسحبها تحت الغطا لحد ما مات بيجي وبيرمي الغطا بعيد، وبيلاقوا موبايلاتهم رجع عليها العد التنازلي من تاني لطبيعته. وبيبان ان كوين هتموت بعد 4 ساعات ومات بعد ساعتين بس. وبتفتكر كوين ان اختها هتموت قريب برضه بعد ما حملت البرنامج، وبتحاول تتصل بيها ولكن ما بتردش لان بيكون الموبايل بتاعها مع المربية. فبتحاول جوردن اخت كوين تاخده تاني، وفجأة بتلاقي ايد عليها وبتترعب وبتنزل تحت السرير، ولكن فجأة السرير بيتشال من عليها. فجأة بتلاقي والدتها اللي ميتة جنبها وبتصرخ في وشها، وبتكون كوين وصلت في الوقت المناسب وبتلحقها. وبيروحوا هما التلاتة عند القس اللي راحوا له قبل كده، وكوين بتوريله الصور اللي قدرت تاخدها من البرنامج. فبيعرفها القس ان البرنامج ده لعنة من الشيطان، وعشان يكسروا اللعنة دي فلازم حد يموت قبل ما العد التنازلي بتاعه يخلص او يعيش بعد العد التنازلي حتى لو ثانية، وده عن طريق الطقوس اللي هيعملوها والصلوات. بعد كده اللعنة تتفك. بيطلع القس كتاب في تعويذ حماية، والمفروض ان هو هيرسم شكل النجمة اللي موجودة في الكتاب بملح. والخبر الحلو بقى ان القس عنده الملح اللي مذكور في الكتاب، فبينزل ويجيبه وبيلزقوه كويس جدا عشان ما يطيرش. وبيجي مع موت مات وبيظهر لهم الشيطان، وفعلا بينجحوا ان هم يخلوه ما يقدرش يقرب منهم. ولكن هنا الشيطان بيستخدم وسيلة تانية، وعشان يستدرج مات بيظهر له اللعبة بتاعت اخوه، وكمان بيظهر اخوه اللي مات وبيتكلم معاه لحد ما بيقدر يخليه يطلع من نفسه من الدايرة. وبيفضل ماشي وراه لحد ما في عربية بتخبطه وبيموت في نفس الميعاد المحدد ليه قدامهم كلهم. وبيبان ان جوردن اتصابت اصابة خطيرة جدا وهي بتحاول تمنع مات، فبتاخدها اختها على المستشفى. وهناك بتلاقي في الاخبار حادثة كبيرة بالقطر، وبنعرف ان القطر اللي كان مات ناوي يسافر فيه، فكان في جميع الحالات كان هيموت. وبتلاقي زميلتها في المستشفى بتعرفها ان هي سمعت عن اللي حصل ما بينها هي والدكتور سولفان، وبتعرفها ان هي مصدقاها ان هو اتحرش بيها وان هي مستعدة تقف جنبها، وده لانه حاول ان هو يتحرش بيها هي كمان، لكنها ما قدرتش انها تتكلم علشان ما تخسرش شغلها. وبتلاقيه هو اللي بيعالج اختها، فبتروح تشكره. وبعد كده بتلاقي انه ناقص على موتها 18 دقيقة واختها 14 دقيقة. وبتحاول كوين تفكر وتلاقي حل عشان تنقذ اختها، فبتروح عند مكتب سولفان وبتعرفه ان هي محتاجة انها ترجع شغلها في اقرب وقت، وان هي محتاجة تتكلم معاه شوية في الجناح المغلق وتستناه هناك. فبيروح لها فعلا، فبتحاول انها تقتله عشان تنهي حياته قبل مدته في البرنامج وبكده تكسر اللعنة. ولكن قبل ما بتقتله بيتسحب من تحتها، فبتعرف ان خطتها هتنجح وان الشيطان بيمنع موته علشان اللعنة ما تتكسرش. فبتحاول كوين انها تدور على سيلفان علشان تقتله، ولكن بيهجم عليها وبيبقى عايز يقتلها، ولكنها بتستخبى منه وبترجع تضربه على ظهره. بتبقى لسه هتديله الحقنة اللي فيها السم، ولكن بيرميها الشيطان بعيد عنه. بعدها بتسمع كوين صرخة اختها، وده لان ما عادش غير دقيقة على موتها. ولكن كوين بتنجح انها تهدد الشيطان ان هي هتموت نفسها قبل ميعادها، وان هي هتحقن نفسها بالسم عشان تنقذ اختها. ولكن قبل ما تموت نفسها بيتجسد الشيطان على هيئة مامتها علشان تمنعها من الموت. ولكن الخدعة دي ما بتدخلش على كوين، وبتحقن نفسها بالحقنة وبتموت. وساعتها الشيطان بيتحرق وبيتحول لرماد. وبتجري جوردن عند اختها وبتعيط لانها ضحت بنفسها عشان هي تعيش. ولكن فجأة بتلاقي اسم مادة كده غريبة مكتوبة على كتف كوين، وساعتها بتفهم اختها ان هي قصدها انها تعمل كده عشان تحقنها بالمادة دي وتنقذها من الموت. وفعلا بتعمل كده وبتقوم كوين وبترجع للحياة مرة تانية، وبيكون العد التنازلي وقف عند الاتنين. وبتعدي فترة من الوقت وبتروح كوين وجوردن وباباهم يزوروا قبر والدتهم. ولكن فجأة بتيجي رسالة لكوين من البرنامج ان ينزل له تحديث جديد. وبينتهي الفيلم على كده. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة، وكمان سبسكرايب لقناتنا التانية دراما اسيوية بينزل عليها كل يوم دراما مختلفة. كانت معاكم روما من قناة افلام روما. السلام.